النص ضعيف مفيهوش احداث، ممثلين مش عارفين يمثلوا، احداث ارتجاليه ومشاهد ارتجاليه عشان نحشي وخلاص. انا عرفت هننجح ازاي. نجيب مشاهد رقص غير مبرر. عادي ان يكون في رقاصه في مشهد او في مشهدين او في 3 او اصلا هي شخصيه رئيسيه في المسلسل، ولكن لما يكون الرقص عمال على بطال يبقى هنا في حاجه مش مظبوطه. يعني في اول حلقه جبنا مشهد الرقص اللي كسر الدنيا وبقى ترند، وكان الرقص شويه مبتذل وبدله الرقص مش عارفه عامله ازاي. عادي ماشي، ما هو ده من واقع الحياه. وعملنا برزنتيشن ابن لذينه للممثله اللي هتعمل رقاصه. شكرا بقى على كده، يلا نكمل احداثنا. نروح جايبين الحلقه الثانيه خضر اللي هو استاذ طارق لطفي وهو واقف ما بيعملش اي حاجه في مشهد تقريبا دقيقه ولا حاجه، والرقاصه برضه بترقص، وبعدين نقطع على مشهد تاني في مشهد ما فيهوش اي احداث ولا فيه اي كلمه ولا بيدل على اي حاجه خالص. ما نخلصش على كده، نيجي كمان الحلقه اللي وراها نجيب مشهد رقص كامل. طب ده ايه حضرتك؟ انا ما عنديش، انا مش واحده متشدده ولا عندي ازمه مع الرقص ولا الرقاصين ولا اي حاجه خالص، عادي يعني حاجه حلوه وجميله. ولكن ايه مبرره الدرامي ان احنا كل شويه نجيب رقص؟ عشان المسلسل ضعيف بنحاول ان احنا نقويه، استثنى طبعا بعض الممثلين الاقوياء.